لو كان كلام الناس فيه خير لما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الكلام الذي يأتي من أفواه الناس في أغلب الأحيان يحمل بين طياته الظلم والاتهام، ويزرع الشكوك في قلوبنا. عندما يسمع الإنسان هذا النوع من الكلام، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليحميه من هذه الألسن، لأن الناس قد يتحدثون فينا بما لا نحب، وقد يجرحون مشاعرنا بما لا يقدرون. في هذه الحياة يتحدث الناس كثيرا، لكن قليلا منهم من يتحدثون بصدق. الكثير يظنون أن كلماتهم هي الحقيقة، لكن الحقيقة هي أن الله وحده هو من يعلم ما في القلب. وإذا كانت كلماتهم لا تبني بل تهدم، إذن من الأفضل أن نحمي أنفسنا من هذا الكلام. فكما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، لنتوجه إلى الله ونعوذ به من كلام الناس المؤذي الذي لا يزيدنا إلا ألما